ما بسماش رضوى الشربيني. لما جه ويتكلم وكلم صحابه وكلم واصحابي يكلموه ويتعمل له بلوك، هنختفي تماما. لا ماما ولا بابا ولا هو ولا العفريت. احنا تمام. قبلت الهزيمه وعيش حياتك واتكل على الله. حبيبه قلبي، ماما ما يتردش عليها تاني، بابا ما يتردش عليه تاني، لا صاحبه ولا صاحبته. هنقعد شويه، انت هتقعدي تاكلي في نفسك، معلش انا عارفه حبيبتي. وبعدين هنبتدي نقول ايه؟ طب انا عملت ايه؟ طب انا سويت ايه؟ طب اكلمه اقول له؟ طب اراضيه؟ طب مش عارفه ايه. هنرضى بالامر الواقع، والنهايه هتبقى حاجتين. الحاجه الاولانيه ان بعد شويه الحاجات اللي انا بقولها لك وهقولها لك دلوقتي هيرجع، فهنحط رجل على رجل وهنحط بقى شروطنا اللي احنا عايزينها. يا مش هيرجع ومع 2000 سلامه والباب يفوت جمل واحسن، لانه الراجل اللي ملوش امان يعني ما مشيش وقال لك انا مش هقدر، ده عمل لك بلوك يا ماما. انت يا ست البنات يتعمل لك بلوك يرجع، انا ما استأمنش عليكي معاه 3-4 شهور من الجواز، لو رجع يصحى الصبح ملوش مزاج فيطلقك ويسيب البيت فجأة. هو شخص اختفى دون مبررات واختفى من غير ما يقول ان هو هيختفي، ودي بتوجع قوي. عارفه اللي هو بيضرب بالانس في الهواء ده ويطلع يجري، ده مأساة. ورافض يقول السبب، فده معناه انا ان هو نيتي مش فارقاله قوي دلوقتي خلاص. هو مش فاكر ومش عارف كراجل محترم ان هو ما عندوش امكانيات ومش عايز يبهدلك. طب بلاش حبيبتي لما تيجي تسيب بعض بالادب والذوق والاحترام بترفع بعض على سماعه التليفون. يعني انت النهارده لو انت مخطوبه لحد ومش عايزاه، مش هترفعي عليه سماعه التليفون تقولي له يا ابن الحلال انا مش عايزاك، اتفضل شبكتك اهي مع السلامه بادب واحترام. عارف ان انت ما عندكش امكانيات، رابطني جنبك 4 سنين ليه وانت عارف ان انا ما عندكش امكانيات. لا بابا هيترد عليه ولا ماما ولا هو. احنا بقالنا 3 شهور، لكن في هات وخد، وماما بتقول وانا بقول لماما وبتاع، فهو مطمن ومستريح حاطط رجل على رجل ان حضرتك لسه موجوده في الصوره. نختفي شويه من الصوره، شويه بقى محترمين. هتلاقيه فجاه عمل لك انبلوك، هتلاقيه فجاه لما هيتصل بيكي وانت ما بترديش على تليفونه هيقوم جايب تليفون صاحبه ويكلمك، هتلاقيه فجاه بقى بيخبط على الباب علشان خاطر يتجوزك والامكانيات فجاه ظهرت. اسمعي كلامي، الموضوع ده هياخد شهر او 2، ندور على شغل ونشتغل، نكلم صحابنا ونخرج معاهم، نتعرف على بني ادمين جداد، نبيض الاوضه، نروح ناخد كورس خياطه، نعمل اي حاجه جديده تخلي فيه في حياتنا بني ادمين ونتشغل. اديله بس شهرين. ما بسماش رضوى الشربيني. لما جه ويتكلم وكلم صحابه وكلم واصحابي يكلموه وعمل اللي وساعتها بقى كلميني وهقول لك هنعمل ايه.